حطوا لها الدخان في السحر تاعها. كملوا الفيديو تفهموا علاش. هذا راقي صاب هذا السحر لواحد الطفله، وهذه الطفله كانت متحجبه وبنت فاميليا. هربت من الدار ونحات الحجاب، وقال لهم هذا راقي السبب كامل هذا السحر اللي داروا لها بالدخان. وقال لهم السبه اللي خلتهم يحطوا الدخان في هذا السحر هي باش الطفله تخسر الاخلاق تاعها وتولي تتكيف وتولي تخمم غير في الافكار العيانه. وانا جازت عليا حكايه كيما حكايتها. ما وقت انا وصاحبي نتمشى وشفت واحد الطفله قاعده تشرب في شراب وتتكيف. قلت له ليك؟ قال لي لا قال لي هذه الطفله مسحوها. قال لي كان دايره حجاب ومن بعد سحروها، عاودت تلقى طبرات، عاودوا سحروا لها داو لها تجديد. قالوا لهم بعد كرهوا منها دارهم، قالوا لي دوك خلاص ولات غير في الزنقاء وهذه الطفله مسحوها. لازم نتعلموا حاجه، ما نهضروش في بنات الناس ومهما يكونوا الصفات فيهم ما على بالناش واش كاين. وهذه دنيا صغيره، اليوم بالك حنا نتفرجوا بالك غدوه يتفرجوا علينا. والواحد يقول غير الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. ومجمع واحد سحر واحد نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وسنة الضربة تجيك في الدنيا وفي الآخرة ما تخافش. إذا عجبكم الفيديو ديروا لي ابوني خاوتي، يعني قريب للصون كا، وخلوا لي تعليق وربي يهدينا إن شاء الله.